سعد يسألني مي: شنو سويتي في مثل هذا اليوم قبل 27 سنة وهي ذكرى الغزو العراقي على دولة الكويت؟ ما أدري، أول ما جاني الخبر يعني أنا كنت قاعدة حوالي الساعة 6 الفير، كنت قاعدة أقرأ الجريدة في الحديقة، سمعت صوت دبي وضرب بس قلنا يمكن يعني في أشياء، في تصليحات ورانا وهذا، ما توقعت كذي. بعدين لقيت الوالدة الله يرحمها تقول العراق دخل علينا. ما أدري شلون أنا رحت لا إراديا لبست أسود في أسود. حسيت مع أني كنت بذاك الوقت صغيرة، حسيت أن إحنا مستحيل راح نقدر يعني نقاوم دولة عسكرية نفس العراق، يعني دولة عندها خبرة عسكرية جبارة، وإحنا بالكويت عمرنا ما دخلنا حرب، دولة مسالمة. إحنا يعني قبل الغزو كنا نلبس، الشرطة مالتنا يلبسون لبس أزرق، الأزرق هذا لبس السلام، الدول اللي ما دخلت حرب. ما أدري ليش حسيت بانهيار، يعني حسيت جسمي كذي كله قام ينمل، دخت، مو مستوعبة. يعني عشنا مرارة سبع 7 شهور طقنا فيها الضيم. أنا ما أنسى اليوم دشوا يفتشون ببيتنا. أتذكر العسكري العراقي، أتذكره كان لابس بريهة حمراء، البريهة الحمراء رمز يعني الجيش الجمهوري مال صدام. فأتذكره يعني من كان يعني قاعد يتغشمر ويا أمي، حط الفرد براسي، قال لو ذبحت بنتك، حط الفرد براسي وأنا صغيرة، قال حق أمي الحين لو أنا ذبحت بنتك ايش راح تسوين؟ قال بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الله أعطى والله أخذ، شو أقدر أقول؟ فقال لا يبا بابا شاقة معاك. عشت 7 شهور، شفنا يعني إحنا أصحاب البلد انذلينا، يعني بلدنا وانذلينا. يعني الغريب صار هو سيد البلد، وإحنا صرنا ضيوف ثقال عليهم. شفنا الإنسان ينذبح ما له قيمة، مع أن أعظم شيء في هالكرة الأرضية الإنسان. عشنا مرارة، عشان شي بكينا لما شفنا دموع الله يرحمه، الله يرحمه أمير القلوب جابر الأحمد، لما بكى نزلت دموعه في اجتماع الأمم المتحدة، بكينا معاه، انقهرنا لأن إحنا حاسين باللي صار. شي كان وايد صعب، يعني لما نتذكره نتذكر شي أليم. الحمد لله أنه راح السبب اللي هو صدام، إن شاء الله يكون بنار جهنم على كل اللي سواه في البشر، ذبح الناس وعذب الناس، سواء كان من الكويتيين أو من العراقيين، ما في أحد سلم من شره. يعني ما شفت أسوأ من هذا.